الكابتن خالد الغندور طلع من خلال البرنامج بتاعه واتكلم عن الاعلامي امير هشام، وهو قال ان المفروض نادي الزمالك هيقضيه عشان الاخبار اللي طلعها من خلال البرنامج بتاعه. وامير هشام طبعا من المعروف عنه ان هو اعلامي اهلاوي كان شغال في قناة النادي الاهلي، لكنه دلوقتي واحد من المتألقين في الاعلام المحايد. طب ايه بالظبط اللي حصل وايه اللي خلى نادي الزمالك يوصل الموضوع ان هو يفكر ان هو يقضيه، وايه هي التفاصيل الكاملة للموضوع؟ كمان هنتكلم عن الكابتن احمد حسام ميدو والكلام اللي بيتكلموا عن الزمالك وموقفه الحالي مع نادي الزمالك. طبعا كل ده هنتكلم فيه، بس كالعادة قبل ما نبدأ في اي حاجة، لو انت بتتفرج عليا دلوقتي ولسه ما اشتركتش في القناة، اتمنى ان انت تشترك عشان ده اكيد شرف ليا، وشرف ليا ان انت تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. ويا ريت كل اللي بيتفرج عليا يدوس لايك ويوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات نقدر عليه. يلا بينا نبدأ الفيديو. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. الكابتن خالد الغندور طلع من خلال البرنامج بتاعه على قناة نادي الزمالك واتكلم عن الاعلامي امير هشام، وقال ان الزمالك بيفكر ان هو يقضيه. الاول خليني اقول لك ان امير هشام واحد من المتألقين في الفترة الاخيرة اعلاميا، وهو فعلا اعلامي اهلاوي وكان قبل كده شغال في قناة النادي الاهلي، لكن هو دلوقتي شغال في قناة محايدة وعامل برنامج محايد. وكونه كان شغال في قناة الاهلي او ان هو انتمائه للنادي الاهلي لا يعيبه في اي شيء. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل بالظبط ان امير هشام كان مستضيف 2 صحفيين في البرنامج بتاعه، وكانوا بيتكلموا عن قصة صفقة القرن اللي الزمالك بيعملها، وقال له ان الزمالك بيعمل صفقة القرن فانت ايه تعليقك؟ الاعلامي قال له طب ما الاهلي كمان ممكن يعمل صفقه قرن. فامير هشام قال طب ما انا عندي خبر انا ما كنتش عايز اقوله بس هقوله، احمد فتوح وقع للاهلي رسميا، ووقع بعد السنه اللي جايه. يعني احمد فتوح ناقص له سنه او موسم مع نادي الزمالك، فهو وقع عشان لما يخلص الموسم ده يروح النادي الاهلي. ومش بس كده، هو قال ان احمد فتوح كمان خد فلوس، خد مقدم العقد. فده تصريح خطير جدا. ليه؟ لان احمد فتوح اولا هو لسه على ذمه نادي الزمالك، يعني لسه متواجد في نادي الزمالك، وده ما ينفعش مع نادي بقيمه النادي الاهلي ان هو يغلط غلطه زي دي فيروح يمضي لعيب وهو على ذمه فريق تاني. فدي اول حاجه. الحاجه التانيه ان ما ينفعش احمد فتوح ان هو يروح يمضي مع نادي تاني في خلال الفترة ان هو لسه متعاقد فيها مع نادي الزمالك. فهنا في قصتين كبار جدا. فكابتن خالد الغندور اتكلم في القصة دي وقال ان دلوقتي قدامنا احتمال من الاتنين. احتمال ان الموضوع ده يكون صح، يعني امير هشام المفروض يتحول للتحقيق، ولما يتحول للتحقيق يتسأل انت معاك ادلة على ده؟ فلو قال وطلع الادله يبقى اذا دلوقتي النادي الاهلي واحمد فتوح عندهم مشكله، ومشكله كبيره، ان انت النهارده بتشتغل او بتفاوض لعيب وهو على ذمه فريق، وده ما ينفعش نهائي. ففي الحته دي هيكون نادي الزمالك من حقه ان هو يقاضي النادي الاهلي ويقاضي احمد فتوح. طيب لو الكلام ما طلعش صح وطلع امير هشام ما عندوش الدليل الكافي على كلامه، هتبقى ساعتها مشكله كبيره قوي بالنسبه لامير هشام، واعتقد ان الموضوع مش هيبقى لطيف معاه خالص. لكن خليني اقول لك برضو ان ده كلام الكابتن خالد الغندور. انا بقى عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي، لان انا فعلا شفت الحلقه دي. انا واحد من متابعين امير هشام، وانا دايما بميل لفكره الشباب بصراحه، يعني انا دايما بحب البرامج اللي فيها شباب السن الصغير ده. فانا كنت بتفرج على الفيديو، في حاجه تاني برضو لفتت نظري بصراحه. يعني هم دلوقتي كانوا قاعدين بيتكلموا على قصه صفقه القرن بتاعت نادي الزمالك، تمام؟ وامير هشام سأل الاعلامي او الصحفي اللي كان معاه. الغريب ان هو ما اتكلمش على الصفقه خالص، وراح قايل له ايه، طب هو الزمالك بيعمل صفقه القرن، ما ممكن كمان شويه الاهلي يعمل صفقه القرن. تحس ان هو بيعلي عليه، يعني هو بيقولها من اجل اللي هو ايه، انتوا بتعملوا طب احنا كمان هنعمل. ايه يا عم، ايه العلاقه؟ يعني انت دلوقتي هو بيسالك سؤال محدد في برنامج مفروض ان هو محايد، بيسالك ايه رايك او ايه تعليقك على قصه صفقه القرن، ما قالكش الاهلي هيعمل صفقه القرن ولا لا. يعني انت ليه بتعلي؟ يعني المفروض بقى لو في اعلامي زملكاوي يقول له طب احنا هنعمل صفقتين قرن، ايه ده؟ يعني ليه الدماغ كده؟ ليه الدماغ كده؟ ما هو ده يعمل فتنه بين الجماهير ويعمل تعصب. يعني انت النهارده بتتسال عن شيء معين، قول يا عم الموضوع مش حقيقي، قول دي بروباجندا والموضوع هينتهي، قول اي كلام ده من حقك، بس انت بتتكلم على الحاجه.
انما اللي هو انتوا بتعملوا كده طب احنا نعمل اعلى، طب انتوا خدتوا كده احنا هنجيب. لا، هي مش كده. يعني انت دلوقتي بتسأل عن حاجه جاوب عليها، مش تقعد تقول اي كلام عشان تبين ان انت النادي بتاعك احسن. والنادي الاهلي مش محتاج ان انت تقول عليه كده اكيد، واكيد النادي الاهلي شغال على الصفقات دي شيء مفروغ منه. لكن كان الغلط زي ما بقول لك كده ان انا شفته بيعلي بس وخلاص، اللي هو انا لا احنا الاحسن وخلاص، بس من غير اي هدف وبدون اي جدوى يعني. لكن اجماليا اذا كان ده او ده، هما الاثنين امر مرفوض وغير مقبول تماما. نيجي بعد كده للكابتن احمد حسام ميدو، اللي انا من وجهة نظري شايف ان هو بيتعرض لحملة قوية جدا وغير مبررة وغير مفهومة بصراحة. يعني انا مش فاهم ايه اللي بيتقال عليه وبيتقال ليه. يعني هو دلوقتي واقف مع الزمالك، هو واحد من ابناء نادي الزمالك وواحد بيحب نادي الزمالك. ايه المشكله في ده؟ ايه المشكله ان هو يقف في ظهر الزمالك ايا كان بقى واقف مع مين وواقف بيعمل ايه؟ هو الفكره ان هو بيحاول يعمل اي حاجه يقدر عليها. يعني هو اشتغل على الصفقات وبيحاول يظبط الصفقات، اشتغل على حجز اموال الزمالك في البنوك، اشتغل على المشاكل اللي موجوده داخل الفرقه، فهو بيحاول يعمل اللي يقدر عليه. غيره على فكره واقف بيتفرج زيه زينا وما بيعملش حاجه خالص، والاسم زملكاويه والاسم كانوا كباتن في نادي الزمالك وزي ما انتم عارفين طبعا. فانا بصراحه شايف ان الكابتن احمد حسام ميدو بيحاول يعمل اللي يقدر عليه. غير كده عايز اقول لك برضو نقطه مهمه قوي لازم تبقى فاهمها. هل مثلا الكابتن احمد حسام ميدو كانت الدنيا بينه وبين الاداره يعني بطيخ والدنيا كانت ماشيه زبادي خلاط؟ لا خالص على فكره، خالص على فكره، وكان في مشاكل واكيد الكل شافها واكيد الكل عارف. لكن دلوقتي مصلحه الزمالك تحكم، لكن دلوقتي مصلحه الزمالك هي الاهم بعيدا عن المصالح الشخصيه. الخلافات والكلام اللي هو الشخصي ده هنخليه على جنب دلوقتي، نشوف مصلحه الزمالك ونقومه من اللي هو فيه وبعدين نرجع تاني لمشاكلنا ونشوف انت ليك ايه وانا ليا ايه. لكن دلوقتي كل الناس بتبعد وكل الناس بتهرب عشان يقول لك اصل في اشخاص، اصل احنا مش عارفين نتعامل. بس خليني اقول لك ان برضو احمد حسام ميدو كان عنده مشاكل، بس الراجل قدر يتخطى النقطه دي، لانه انا شايف ان هو بيحاول يعمل اي حاجه يقدر عليها، وبجد واقف وقفه كويسه قوي مع نادي الزمالك. يمكن في ناس كتير قوي ما عملتش ده. بجد شكرا جدا جدا لكابتن احمد حسام ميدو. صدقني اكيد الناس او الزملكاويه خاصه ما بتنساش اللي بيقف معاهم في الوقت الصعب. انت دلوقتي بتقف معايا في الوقت اللي انا محتاج اي حد يقف فيه والناس سابتني، غير اللي بيقف معايا او يجي يحتفل معايا ويرقص في وقت ما كل الناس جايه بتحتفل معايا. فتاني شكرا كابتن احمد حسام ميدو، واتمنى ان شاء الله ان نادي الزمالك الاحوال تتحسن والدنيا تبقى من افضل لافضل ان شاء الله، وواحده واحده باذن الله امجاد الزمالك ترجع تاني والزمالك يرجع تاني للمسار الصحيح. سلام.